السلام عليكم، أنا رحمة ناجي، جيت لكم النهارده بالكبدة الإسكندراني وريحة الكبدة الإسكندراني، عارفين لمّا تكونوا ماشيين في الشارع كده وتلاقوا روايح الكبدة، أنا هاعملها لكم في البيت بأسهل طريقة، هنحتاج فلفل رومي، عليه طماطماية صغيرة، عليه 5 فصوص توم، وعليه عصير ليمونتين كبار، ونُص كوباية خل، ومعلقتين ملح صغيرين، وعليهم معلقة كمون هرم كبيرة، وعليهم رشة فلفل أسمر. وهافرمهم في الكبة لغاية ما يوصلوا معايا بالقوام اللي أنا هاوريه لكم دلوقتي، وهاقطّع الفلفل بقى الحار، عايزين تحطوا فلفل رومي لو ما بتحبوش الفلفل الحار براحتكم جدًا، بس طبعًا الكبدة الإسكندراني ما بتتاكلش غير بالفلفل الحار، أنا قطّعت قرنين فلفل لإن كان دُولة ربع كيلو كبدة. وقطعت برضه عليهم فلفل رومي، جبت طاسة وحطيت شوية زيت حلوين وبعدين نزلت عليهم بالكبدة، حطيت لها تشويحة كدهوّة فضلت فردتها الأول وما جيتش جنبها خالص، ما تفضلوش تقلبوا فيها ياما علشان خاطر ما تتهراش منكم، لغاية ما وصلت معايا كده رُحت حاطة عليها معلقتين من الخلطة اللي أنا كنت عاملاها معاكم دلوقتي، معلقتين كبار حلوين، وبعد كده قلبتهم تقليبة لغاية ما ريحة التوم بقى طلعت وخلّيت بقى ريحة الكبدة بقى الإسكندراني طلعت، رُحت منزّلة عليها الفلفل وقلّبتهم تقليبة ولغاية بقى ما استوت كدهوّة وحسيت خلاص اللي هي استوت معايا، رُحت نازلة عليها بمعلقتين تانيين من الخلطة بتاعتنا، وجنب بقى الكبدة عملت بقى الطماطم المعتمدة اللي لازم أعملها جنب الكبدة، جبت ال3 طماطمات وقطّعتهم طرنشات كده وحطيت عليها من الخلطة اللي أنا حطيتها على الكبدة. بجد جربوها هتخلّي لِك طعم الطماطم جميلة جدًا، وقدّمتها بقى مع بطاطس، برضه حمّرت البطاطس وحطيت عليها توابل كنور ديّة جميلة جدًا، توابل البطاطس بتخلّي طعم البطاطس جميل جدًا، جربوها هتعجبكم، ما تنسوش بقى تحطوا اللايك، يالّا روحوا حطوا اللايك بسرعة، وهنا يبقى خلّصنا معاكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وإن شاء الله أشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا.